سلام يا كروم. والله طول العمر اليوم على الفطور كنا على انفاق الحرم، ويوم سمعنا انفجار تسمع الصياح الناس وبكاء. النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو أهوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس. بالنسبة عبد الكريم، الوضع في المدينة الأمور مستقرة، والوضع الحمد لله على خير، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. مساء الخير أخوي عبد الكريم، ألف شكر لك على الموضوع، وأتمنى جميع المشاهير يقتدون فيك ويوجهون كلمة للوطن وللشباب السعودي. زمرة رسائل إرهاب للخزي والعار، يلي على مسجد نبيك تجرى، تبعد من الجنة وتقرب من النار، والدين منكم يد واعش تضر. الله يرحم الشهداء وينصر اللي على حد الجنوب. إلى جميع المسلمين في أنحاء العالم وإلى جميع أبناء المملكة العربية السعودية، أبشركم أن المدينة والحرم وأهلها كلهم بخير وأمن. اللهم يا أبو حمد احتزم، والله المدينة قده وكفو، والله انت المستشفى كل هذا، احنا متجهين إن شاء الله لمستشفى الأنصار ومستشفى الملك فهد، ما يحتاج. شباب المدينة موعدنا إن شاء الله بإذن الله الساعة 6:30 في مستشفى الأنصار. بنزل من المطار من الطيارة على المستشفى بإذن الله، بنوقف مع رجال الأمن، وكن بحول الله عز وجل من المتبرعين بالدم بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا الإخلاص بإذن الله عز وجل، وما لنا رجالها في ذمتي. شوف سنباتي هذه وصلوها لجميع أهل المدينة، شباب المدينة كلهم. بيكون في تغطية إعلامية بسنابي، أنا 400,000 بيشوفون التغطية إن شاء الله. سعوديين لا من قول تحنا، غزعات المحتاج واستار البنية، تعالى شامنا ولا يمنا، تسطلي فروسنا عز وحمية، وحنا يا وطننا من تونا، كلنا دونك صفوف عسكرية. من بعد صلاة الفجر وحنا محضرين عندنا مستشفى الأنصار بإذن الله.